مراجعة جديدة، رواية جديدة من قراءاتي ومن مشتريات معرض السويس. واللي هيقول لي هو في معرض في السويس، اقول لكم ايوه، في مجموعة مكتبات عاملة معرض في السويس بقاله مدة وهيخلص بعد العيد. ولو ما شفتوش الفلوج بتاع معرض السويس فارجعوا له على القناة. خلونا نبدأ مراجعة النهاردة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ووحشني المراجعات معاكم على القناة. فيديو النهاردة انا متحمسه له جدا بجد، لان اللي هكلمكم عنه النهارده او العمل اللي هكلمكم عنه النهارده انا خلصته بسرعه جدا من كتر ما حقيقي انا استمتعت بقرايته. وهحكي لكم الحكايه من اولها. انا كل ما بنزل اخرج بقرر ان انا اخد عمل معايا، سواء كان روايه او كتاب تطوير ذات او علم نفس، على حسب قدره الكاتب وابداعه انا بفصل بالكتاب او لا عن كل حاجه حواليا. وكتاب النهارده انا قررت اخده معايا وانا نازله، وحرفيا في خلال ساعة أنا كنت خلصت يعتبر نص العمل، واللي كان يعتبر 200 صفحة. ومن كتر ما أنا كنت متحمسة حسيت وأنا بره إن أنا دماغي خلاص في العمل ده، وأنا عايزة أروح بسرعة أكمله عشان أنا مش مركزة في أي حاجة غير إن أنا عايزة أوصل للنهاية. وبالفعل أول ما روحت خلال ربع ساعة كنت خلصت آخر 100 صفحة كمان. وده مش عادتي إن أنا أخلص الكم ده بالسرعة دي إلا لو كان العمل حلو فعلا، بس عمل النهارده هو ساعدني ان انا اخلصه بسرعه من كتر ما هو كان ممتع. فخلونا نبدا فيديو النهارده، وما تنسوش انكم تقترحوا عليا فيديوهات الفتره الجايه نعملها سوا ونتكلم على انهي كتاب الفتره الجايه. وما تنسوش انكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك عشان بيفرق جدا معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش برضو تسيبوا لي كومنت انكم اتبسطتوا من الفيديو ولا لا. وخلونا نبدا فيديو النهارده ومراجعه جديده ورواية راجعين يا هوا. راجعين يا هوا، وفعليا احنا رجعنا بفيديو جديد للمراجعات عشان بقالي كتير ما كنتش اتكلمت معاكم عن مراجعة لعمل. حرفيا انا بقرأ كذا حاجة الفترة دي، لكن الكتاب الممتع بالنسبة لي هو اللي بيشدني اخلصه على طول من اول قعدة. فكتاب النهاردة بمجرد ما خلصته على طول انا قررت ان انا اعمل لكم مراجعة عنه. مش عارفه المراجعه دي هتنزل امتى، بس اي كان اعرفوا ان انا خلصت المراجعه تاني يوم صورت الفيديو على طول. روايه النهارده للكاتب تامر عبدو امين. تامر عبدو امين اللي متابعه هيعرف ان هو كاتب مقالات، وكان مراسل سابق وبيكتب في اكتر من جريده وموقع، وهو كاتب حر. بس اغلب الناس اللي متابعينه بيقراوا له مقالات، وانا كنت من اشد الناس اعجابا بمقالاته. احيانا ككونتنت كريتور او كصانع محتوى محتاج تسكن في مكان يبقى منعزل لمجرد بس انك تعرف تخلص التصوير اللي حواليك، او انك تبقى قادر تعمل اوضه جوه الشقه بتكاليف قد كده اهو تبقى عازله لك الصوت عن اي حد. تامر عبدو امين اللي متابعه هيبقى عارف ان هو كاتب مقالات وقلمه حرفيا مبدع. انا اول ما تابعته كنت بقرا له بس المقالات، وحرفيا كنت بستمتع جدا ببراعه وصفه وكلامه وابداعه. حرفيا لو انت عارفه انا واثقه انك هتكون من الناس اللي بتقرا له مقالاته. لكن عمل النهارده هو اول عمل روائي اقراه له، هو راجعين يا هوا. واللي لفتني ان مكتوب على العمل ان هو قصه حقيقيه واللي سردها تامر عبدو امين. اكيد في ابداع حاصل، فعليا في ابداع حاصل في وصف العمل ده. نبدا باول حاجه وهو كلامي عن الغلاف، يعني الغلاف حرفيا هو بيتكلم عن اللي حاصل جوه الروايه. بس انا كان تعليقي الوحيد عن التصميم ده ان كنت بتمنى ان الحاره اللي موجود فيها البنتين دول تبقى حاره من حواري الحسين فعليا، لان الاحداث يعتبر هي حاصله في الحسين، فليه ما تبقاش في حاره من حواري تصوير البنات دول؟ حاسه ان الموضوع كان هيبقى واقعي او بيدل اكتر عن العمل. بس ان جينا الحق والغلاف برضو حلو جدا. الرواية من إصدار دار المصري للنشر والتوزيع. حرفيا أنا ما عدتش على الدار دي قبل كده، بس فكرة إن تامر عبدو أمين ناشر فيها أو في إبداع كده طالع من الدار دي، فده يخليني أبقى عايزة أروح الدار دي في معرض الكتاب وأشوف الأعمال اللي فيها. راجعين يا هوا من أغاني فيروز الجميلة، واللي بتفكرنا بالزمن الجميل، واللي تخليك كده في ليالي الشتاء تقعد وتسمعها وانت مبسوط وحاسس بحالة جميلة جدا. دايما بتلفتني الأعمال اللي بتكون مربوطة بأغنية قديمة زي أغاني أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم. بحس كده طول ما أنا بقرأ العمل إن أنا سامعة الأغنية دي، أو فعليا هي سردة لتفاصيلها وأحداثها.
ورواية راجعين يا هوا وأغنية راجعين يا هوا بيفكرونا بحالة الرجوع اللي بتبقى فكرتنا الأساسية أو انشغالنا الأكبر، ودايما إن احنا نرجع سواء كان لمكاننا اللي بنحبه، للأشخاص اللي احنا بنحبهم، أهالينا اللي احنا بنحبهم، لناس اتعلقنا بيهم، لذكريات ومواقف عملناها في أماكن معينة. روايتنا بتبدأ أحداثها في مبنى نيابة الجمالية الجزئية ومكتب وكيل النائب العام. بطلة روايتنا هي ريم علي مهدي، مش ريم علي المهدي. في يوم السبت 7 ديسمبر 2019 ريم علي مهدي في مكتب وكيل النائب العام اللي متهمة في قضية كبيرة جدا اتكلم عنها الصحف والإعلام بشكل عام لدرجة إنها تحولت لقضية رأي عام. بنوتة هادية وبسيطة من منطقة الحسين، تفتكروا تبقى متهمة في قضية إيه لدرجة إن يتكلم عنها الرأي العام؟ القضية كانت غريبة لناس كتيرة، آراء كتيرة بتتكلم عنها، ملابسات كتيرة فيها، لكن الضابط اللي كان بيحقق مع ريم كانت ليه وجهة نظر تانية خالص خلتها تقدر إنها تحكي له حكايتها. ريم ودينا ومامتهم فاتن، أسرة بسيطة من سكان منطقة الحسين. مامتهم تعبت عشان تربيهم بعد وفاة والدهم. ريم كانت من البنات المتفوقين في حياتها الدراسية، وحقيقي برغم الظروف اللي كانوا بيمروا بيها وبرغم صعوبة المعيشة إلا إن كان قدام الناس باينين إن هم بنات مرفهين جدا، مفيش حاجة بيتمنوها إلا وبتجيلهم فعليا، وده لأن مامتهم كانت بتسعى دايما إنها توفر لهم كل وسائل الحياة اللي هم محتاجينها. ريم اللي كان بتتمنى طول حياتها إنها تبقى أشطر محاسبة. دايرة حياتها ما كانتش كبيرة وأصدقائها ما كانوش كتير، وكانت مرتاحة فعليا في حياتها دي. فكرة إن ريم كانت طالبة شاطرة ومتفوقة وبتحاول دايما تسعى للتفوق أكتر وأكتر كان بيخليها من البنات اللي في مجتمعنا بنقول عليهم رخمين من كتر أسئلتهم في المحاضرات. في وجهة نظرنا بيبقى في أسئلة ليها فايدة وأسئلة ملهاش فايدة، بس بالنسبة لريم كانت هي دايما أسئلة ليها فايدة. دايما بيبقى طالب عنده عطش اتجاه المعلومات بشكل أكبر، ومش أحيانا بيلاقي قبول من الناس اتجاه ده، وده فعليا اللي حصل مع ريم لما قررت تسأل سؤال لدكتور معين في مادة معينة. فمن هنا بدأت مشكلتها مع الدكتور ده، ومشكلة ريم مع الدكتور بتفتح ليها باب لعلاقة عاطفية هتبدأها. هشام طالب من الطلاب اللي معروف جدا في الجامعة وناس كتيرة جدا بتتعامل معاه وليه علاقات كبيرة جدا برغم ان هو لسه طالب. كمان كان من ضمن اتحاد الطلاب. علاقة عاطفية بتبدأها ريم وبتدخلها وهي في الجامعة وبتتجوز وهي لسه بتدرس. بس هل مامتها كانت راضية على الموضوع ده؟ هل كانت مباركة للموضوع؟ طب اهل هشام كانوا ازاي؟ طب واحد في وسامته واجتماعاته وتعاملاته وريم اصلا شخصية هادية، هيبقى فيه توافق فعليا بينهم؟ طب المستقبل هيكون بينهم عامل ازاي؟ هل فعلا هتنجح علاقة حبهم ولا هتبقى مكتوب عليها الفشل؟ تفاصيل كتيرة جدا هتعيشوها، مغامرات كتيرة هتعيشوها في الرواية دي، أحداث حقيقية فعلا، فهتبقوا حاسين انكم على أرض الواقع بتمروا بتجربة واقعية، مش مجرد خيال كاتب بياخدك هنا وهناك لأحداث انت حاسس انها مش هتحصل، لا هي أحداث حاصلة، وده فعليا كان مكتوب على الغلاف بتاع العمل انها قصة حقيقية تخليك سواء كنت قارئ مبتدئ او قارئ بقالك مدة انت هتبقى مشدود انك تقرأ العمل ده من اول كلمة لاخر كلمة. ده حرفيا اللي انا بقوله لك، سواء كنت قارئ مبتدئ او قارئ بقالك مدة فالعمل ده مناسب ليك. العمل من وجهة نظري مناسب لاي حد فوق ال 12 سنة، ودي اول مرة ارشح عمل للسن الصغير ده، بس حرفيا العمل بساطته وسهولته وتفاصيله تخليني اقدر ارشحه للسن الصغير ده، بالاضافه انه مفهوش اي كلمات خادشه او اي حوارات تخليني اقول لا انا ما تناسبش السن الصغير ده. انا مبسوطه جدا بالعمل ومبسوطه جدا ان في عمل ساعدني ان انا ما ادخلش في رحله الفتور اتجاه القراءه، لان انا كنت فعليا بدات ادخل في فتور اتجاه القرايه، وكنت خايفه جدا لما بدات اقرا العمل ان العمل ده ما يساعدنيش ان انا اتلحق او انقذ نفسي من الفتور ده. بس فعليا العمل ساعدني جدا وحمسني ان انا اكمل وحمسني ان انا اتكلم معاكم كمان. العمل زي ما قلت لكم هو ممتع جدا وانا مبسوطه جدا بقرايته، وبتمنى تكونوا مبسوطين بمراجعتي معاكم للعمل ده، تكونوا متحمسين زي انكم تقراوا لتامر عبده امين. زي ما قلت لكم هو كاتب حر وكاتب في اكتر من موقع وكان مراسل سابق، وان كمان القصه حقيقيه. وتامر عبده امين ليه اعمال تانية كتير بس ده كان اول عمل فعليا ورقي اقراه له. زي ما قلت لكم انا كنت بقرا له مقالات،
فلو عجبتكم مراجعة النهاردة وعجبكم كلامي عموما، فبتمنى ان انتوا تعملوا لايك واشتراك وتسيبولي كومنتاتكم بتبسطني جدا وبقرأها وبرد عليها كمان. وبكده تبقى خلصت مراجعتنا النهاردة، واستنوني في مراجعة جديدة لعمل جديد، وبتمنى تكونوا مستمتعين معايا بمراجعاتي، واشوفكم على خير.